قبل أكثر من 3300 عام ولد طفل صغير في قلب المملكة المصرية القديمة، أطلق عليه اسم توت عنخ آمون. كان هذا الطفل مقدرا له أن يصبح أحد أشهر الفراعنة في التاريخ، ليس بسبب إنجازاته بل بسبب اللغز الذي أحاط بحياته وموته. ولد توت عنخ آمون في أسرة ملكية كانت مضطربة سياسيا ودينيا. كان والده الملك أخناتون فرعونا ثوريا حاول توحيد عبادة الآلهة في عبادة إله واحد آتون، مما أحدث شرخا في العقيدة المصرية التقليدية. والدته على الأرجح الملكة نفرتيتي أو كيا ظلت لغزا تاريخيا. في عمر 9 فقط أصبح توت عنخ آمون فرعون مصر بعد وفاة والده، وبسبب صغر سنه أدار شؤون المملكة كبار مستشاريه، ومن بينهم الوزير القوي آي والقائد العسكري حورمحب. واجه توت عنخ آمون تحديات ضخمة، من استعادة الديانة التقليدية إلى تهدئة النزاعات الداخلية. قرر توت عنخ آمون بمساعدة مستشاريه التخلي عن إصلاحات والده الدينية وإعادة عبادة الآلهة التقليدية خاصة الإله آمون. غير اسمه من توت عنخ آتون إلى توت عنخ آمون كرمز لهذه العودة. على الرغم من قصر فترة حكمه، أمر توت عنخ آمون بالعديد من المشاريع العمرانية وأعاد إحياء الفن المصري التقليدي. تظهر نقوش من عهده عودة الاستقرار النسبي، مما يجسد الروح القوية للمصريين القدماء. في عمر 19 عاما فقط توفي توت عنخ آمون فجأة. أثيرت العديد من النظريات حول سبب وفاته، من إصابة في الجمجمة إلى مرض الملاريا إلى حادث عربة، لكن موته المفاجئ ترك فراغا سياسيا كبيرا. بعد وفاته دفن توت عنخ آمون في مقبرة صغيرة على عجل بعيدا عن بهاء المقابر الملكية الكبرى، وظل مجهولا لقرون حتى اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرته في عام 1922. كان الاكتشاف مذهلا، حيث عثر على أكثر من 5000 قطعة أثرية، بما في ذلك القناع الذهبي الشهير. رغم قصر فترة حكمه، أصبح توت عنخ آمون رمزاً للغموض والجمال في الحضارة المصرية. إن مقبرته المكتشفة لم تكن مجرد شاهد على حياته، بل على عظمة الحضارة المصرية القديمة. توت عنخ آمون الفرعون الذهبي يظل خالداً في أذهاننا. حياته كانت قصيرة، إرثه بقى إلى الأبد.